السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه رمضان خلاص 10 15 يوم ورمضان على الابواب. ومن الاطباق الاساسيه اللي مش بتتشال يا جماعه كل يوم هو طبق المخلل. وبصراحه انا في نظري احسن نوع مخلل اللي هو الجزر، فعملته وحبيت اشاركه معاكم. لو انت حابه تشوف الفيديو والطريقه يلا بينا. دي الكميه اللي معايا، انت تقدري تعملي كيلو وتقدري تعملي نص، دي براحتك. انا عامله كميه محترمه عشان انا عامله قبل رمضان بفتره، فهشيل منه شويه. هشتغل منه الاول يعني شويه. انا اديته غسله كويسه عشان انا يا جماعه مش عايزه اقشره. انا هعمله كده. انا يا دوب بنضفه بس بالسكينه، باخد الشرشوبه اللي فوق والقمع بتاع الجزره من تحت. تمام كده. هعمل الكميه كلها معاكم ونشوف هنعمل فيه ايه. خلاص انا نضفته، ما شاء الله ما طلعش كتير يعني، الحبه دول بس. هبدأ بقى اقطعه. لو عندك السكينه المشرشره دي عادي، دي دوب بتخططه، بس لو انت عايزه تحب تعمليه بالسكينه العاديه دي براحتك. هبدأ اقطعه بالسكينة دي، حابة تعمليه ترنشات دواير دي عادي، حابة تعمليه زي صوابع البطاطس دي معاكي برضو، ده اختياري، كل حاجة اذواق براحتك. هقطع الكمية كلها ونرجع مع بعض. ما شاء الله انا معايا كمية محترمة يعني. خلاص دي كل الكمية قطعتها، انا عملتها حلقات شوية وصوابع زي صوابع البطاطس شوية. شايفين ما شاء الله. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسنيش باللايك والشير والاشتراك يا جماعة. هبدأ بقى احط عليه المية. انا عايزة انقعه اقل حاجة 4 ساعات عشان اديله غسلة شطفة محترمة تاني زي دي كده، لان انا قلت لكم في الاول انا ما قشرتوش. هسيبه في المية دي ساعتين 3 وابدأ اصفيه، اديله شطفة تاني. طبعا مفيش احسن من حاجة بيتك اللي بتعملها بايدك. اديله تصفية كويسة تاني قبل ما اغلفه بالملح والشطة اللي معايا. الجزر من احسن المخللات يا جماعة بصراحة. شايفين المية ما شاء الله راحت نضيفة خالص. ابدأ بقى أنا هبدأ بقى اغلف فيه. ده الملح اللي معايا، ودي الشطة. الشطة اللي معايا دي سبايسي يا جماعة، لو انت حابة تحطي شطة باردة دي براحتك، بس مخلل يعني سبايسي. هغلفه كويس قوي، انا عايزاه يتشرب كله من الملح والشطة، يتغلف يعني. دول كانوا كام وحدة فلفل كده، بس الفلفل اللي معايا ده بارد، على واحدة خيار حطيتهم معاه. لو انت حابة تعمليه مخلل مشكل عادي، اي نوع مخلل تحطيه عليه عادي براحتك، ما عدا الليمون طبعا لان الليمون هيمرره. انا غسله البرطمانات كويس ومعقماها وهبدأ اعبيه. اعمليه بالطريقة دي ما شاء الله يتنيه مقرمش معاكي لاخر واحدة. هو تقريبا يعني بيكفي شهر، يعيش معاكي شهر. شايفين ما شاء الله هو كده متغلف بالملح والشطه بتاعته، وانا عبيته. فهنزل الميه اللي معايا دي ميه معلهاش اي اضافات ولا اي حاجه خالص يا جماعه، انا مش بحط له اي اضافات تانية. وجربي الطريقه دي. هغطي كل الكميه اللي معايا زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. معايا كميه محترمه، لا الصغير ده ما يتحسبش. واغطيه كويس واركنه بيومين، والتالت تقدري تفتحي عليه. دي كانت الكميه اللي معايا. لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش باللايك والشير والاشتراك يا جماعه، ده الليمون انا عملته قبل كده ملناش دعوه بيه. يلا اشوف وشكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.